لو لسه بقى بتعملي مرقة اللحمة أو مرقة الخضار بالطريقة العادية وتضيفي عليها دقيق ونشا، أحب أقولك فايتك كتير جدا. تعالي بقى شوفي الجديد. في الأول كده معانا قطعة من الزبدة، هننزل عليها كده بحوالي نص كيلو من الدهنة، ودي طبعا شارياها من عند الجزار ومقطعها بشكل عشوائي، وعلى نار هادية بقى بغطي عليها لحد ما قطعة الدهن دي تنزل كل السوائل والدهون اللي موجودة فيها بالشكل ده. أول لما توصل للمرحلة دي هنبدأ بقى كده إن احنا نصفي الدهون دي، لان خلاص هي ما عادش هتنزل كميه دهون اكتر من كده، هنصفيها. اما بقى بالنسبه لكميه الدهون اللي انتوا شايفينها، هنضيف عليها بصلتين كبار متقطعين باي شكل. واول بقى كده لما البصل يدبل معانا هننزل عليهم بثلاث فصوص من الثوم، واول لما ريحه الثوم تظهر معانا بقى جزرتين مبشورين، هنقلبهم برضو حوالي كده ثانيه او ثانيتين. وبعد كده برضو معانا حوالي حبيتين من الطماطم متقطعين باي شكل عشوائي، هنديهم بقى تقليبه. بالنسبه للبهارات اللي احنا هنضيفها، هنضيف معلقه كبيره من فلفل اسود، كزبره، توم بودره، بهارات فراخ 7 بهارات، بابريكا، كاري، كركم، وكمان هنضيف 3 معالق كبار مليانين على الاخر من الملح. طبعا كمية الملح مش كتيرة، لان مرقة اللحمة او الخضار لازم يكون ملحها مظبوط معانا. وهنا هنضيف بقى كمان كده ربع كوباية من الخضرة، خضرة المحشي اللي هي الشبت، البقدونس، الكزبرة، ونخلطهم كويس مع بعض. اما بقى الاضافة التانية المهمة معانا في الوصفة دي، هي كوباية من الشوربة. الشوربة دي يفضل ان هي تكون شوربة كوارع او شوربة ماسورة. الماسورة اللي احنا بنشتريها من عند الجزار بيبقى فيها نسبة دهون عالية جدا. هناخد بقى الشوربة دي وهنبدأ نضيفهم مع بعض، وعلى نار وسط هنغطي بقى على الخلطة دي، ونسيب الخضار بس يدبل معانا بالشكل ده. ممكن هنا نسيب الخلطة دي تبرد معانا شوية وبعد كده نضربها في الخلاط، او بقى لو عندك هاند بلندر اشتغلي فيها على طول واضربيهم لحد ما الخليط يكون ناعم وكريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، القوام المظبوط. وهي كده خلاص الوصفه خلصت معانا، ما اخدتش اي وقت نهائي. ولو وصلتوا بقى معايا في الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت بس ما تبخلوش على الفيديو بلايك وكمان تعليق حلو منكم. هنجيب بقى صينيه احط فيها كده ورق زبده، هضيف عليها الخلطه وهحاول ان انا اسويها كويس على قد الصينيه بالظبط، واغطي بقى عليهم وادخلهم الفريزر لحد ما المرقه دي تبدا تتجمد معانا بالشكل ده. بعد كده بقى بنقطعها، ولازم تاخدوا بالكم واحنا بنقطعها لازم تكون المرقه دي مجمده جدا علشان نتحكم في التقطيع بتاعها، وعلشان كمان نحاول ان احنا نقطعها بشكل اللي احنا بنشتريه من بره، يعني بنفس الحجم. تعالوا كمان كده نقطعها مع بعض واوريكم قوامها او تماسكها عامل ازاي. بتتكسر معانا، ده بيدل ان هي متماسكه جدا. وكمان لو انت حابه تحتفظي بيها في الفريزر، بتجيبي كده طبق، بتعملي طبقات، وبين كل طبقه والتانيه تحطي كيس، وبعد كده هتغلفيها كويس وهتدخليها الفريزر. وقت الاستخدام بتطلعي القطعه واستخدميها عادي وهي مجمده. لو عجبتكم بقى الوصفه، يا ريت ما تبخلوش على اختكم بلايك.